السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. معلش على التأخير على الفيديوهات، بس بيكون عندي ضغط شغل وكده. وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله، وهستمر معاكم على طول دايما. بصوا النهاردة هتكلم معاكم على الفراخ الرزي، الديوك الرز بمعنى أصح يعني. هجيبها لكم كده من الآخر. الدورة دي عندي أديلها 8 أيام. النهارده 8 يوم بالظبط. ما شاء الله، فيها بلدي هجين وفيها رزي وفيها فيومي وفيها بط مسكوفي. الدورة دي عندي يعني أنا جايباها كده يعتبر يعني لهدف إن أنا عايزة الرز في حاجات معينة، عايزة الفيومي جايباه للبيض مثلا، يعني مشكلاها يعتبر. الدورة دي اللي هوريكم شكل الفراخ الرزي أو الديوك الرزي، والفراخ البرابر الرزي، وهوريكم الهجين. شايفين اللي واقفه قدامكم دي فيومي، دي فيومي. لكن الرماد الفاتح اللي هناك دي ديوك رزي، ديوك رزي. الاصفر ده بلدي هجين، تمام. لكن ده بط مسكوفي. هقول لكم دلوقتي على الديوك الرزي مميزاتها، عشان في ناس دخلت سألتني او ناس كمان رنت عليا وسألتنا على مشروع ايه افضل حاجة للمشروع التسمين بالنسبة للبلدي، الفراخ البلدي. هقول لكم النهارده بالظبط كده ايه افضل حاجة، وايه ده كله عن تجربة، وده شغلي وانا عارفاه. وايه هقول لكم ايه اللي بينفع كمشروع، وايه اللي بينفع كبيض. كل حاجة ان شاء الله اقولها لكم النهارده في الفيديو. اولا كده في حاجة اسمها فراخ رزي، تمام. في منها ديوك رزي وفي منها برابر رزي. الديوك هي أعلى نسبة تحويل في اللحم. البرابر حلوة للبيض بس مش زي الفيومي. البرابر يعتبر كده ما شاء الله، يعني بتدينا بيض، بس بتريح معانا عشان نسبة الدهون عندها عالية، لأن بتدينا لحم أكتر. زي ما الديك بيدينا لحم، هي برضو الفراخ الرز بتدينا لحم، بس بتبقى فيه نسبة دهون أعلى. حلو لغاية كده تمام. يبقى احنا عرفنا كده الفرق بين الديوك الرزي وبين الفراخ الرزي او البرابر الرزي. الديوك الرزي بتوصل معانا خلال 3 شهور ل3 كيلو، بتعدي 3 كيلو. الديوك احنا لما اول ما نجيب الدورة نقول عايزين ديوك رزي، ده اللي هيفتح مشروع للتسمين البلدي. نسبتها ما شاء الله حلوة جدا في التحويل، وهتدينا انتاج عالي. الناس اللي عايزة للبيض برضو الفراخ الرزي مش احسن حاجة ومش افضل حاجة. ليه؟ لانها بتدينا نسبة دهون عالية شوية، علشان كده هي مش احسن حاجة في البيض. اللي احسن حاجة في البيض الفيومي. الفيومي ما شاء الله بتدينا نسبة عالية جدا للبيض، لان وزنها خفيف، ما فيهاش نسبة دهون عالية، ولذلك برضو بتطلع لنا كل يوم يوميا ما شاء الله، بتطلع بيض يوميا، بتبقى يعني حوالي يعني نسبة 95% في البيض. لكن الفراخ الديك الرزي بتدينا أعلى نسبة تحويل في اللحم. اللي عايز يتاجر في الفراخ البلدي أفضل حاجة اللي هي الديك الرزي. بس احنا شطارتنا يعني في متابعة كلمتني وكانت بتكلمني وبتقول لي طب المشروع هيكسبني بالنسبة، هبيع مثلا بكذا. قلت لها الصراحة ان التاجر بيجي للي بيربي في البيت وكده، يعني بيبخس في الحاجة، في السعر بتاع الحاجة. احنا لو عندنا دورة نقدر نطلعها للأهل للجرايب للجيران، أو يعمل صفحة أو يعمل جروب واتس، ويبتدي يجيب ناس هيبيع وكده. التاجر ملوش علاقة بيك، وانت هتطلع حاجتك منك لنفسك. أحسن وأفضل 100 مرة من إن أنا أطلع للتاجر، علشان شجاية وتعب في الدورة كله ما يضيعش هدر.
يعني المشروع حلو جدا وكويس جدا، بس اعرف اطلع الدورة بتاعتي صح، ما رميهاش وخلاص للتاجر، علشان الاقي فيه في الاخر مكسب. لان الديوك الرز ما شاء الله نسبتها حلوة جدا وعالية في التحويل، وهتدينا نسبة لحمة عالية. بالنسبة للبيض، لو أنا عايزة أشتغل في البيض، يبقى أنا مفيش قدامي غير الفيوم البرابر. الفيوم البرابر ما شاء الله حاجة يعني فوق الوصف في البيض، 95% زي الإيزة وزي اللوهمان. أنا ده عن تجربة. وأن لو عندك 50 فرخة هتاخد منها 45 بيضة يوميا. 45 بيضة يوميا لو عندك 50 فرخة، ده كلام وأنا أضمنه. بس تجيب النوع الصح، ما تجيبليش رزي وتقولي على إن يعتبر ده شبه ده، بس اللي يفرق الوزن، لكن ده شبه ده تمام. لكن الفيومي بيبقى وزنه أخف شوية. الرزي البربرة بتكون تقيلة شوية في الوزن، ما بتدينيش تحويل عالي، علشان أبقى عارفة الفرق. ما اجيش اجيب رزي واقول ده هيديني نسبة 95%. لا، انا بقول لكم الفراخ اللي هتديني بيض، لو مشروع بيض هيكون الفراخ الفيوم البرابر. اعلى نسبة بيض للفراخ الفيوم البرابر. تعالوا كده اوريكم انا ايه شكلي عند الفراخ الفيوم البرابر، وبتدينا بيض ما شاء الله بنسبة عالية جدا. دي الفراخ دي فيها فيوم برابر وفيها رزي، يعني رزي اللي هو ايه زي ما انتوا شايفين كده، اصفر في اسود تمام. هي ممكن تريح معايا شويه، لكن الفيوم ما شاء الله ما بيريحش. الفيوم اللي هو هناك ده، اللي هي ديتي اللي او انتوا مش واخدين بالكم، اللي هي ابيض في اسود، دي فيومي. بيدينا نسبه تحويل عاليه جدا يا جماعه في البيض. اللي عايز يشتغل في المشروع البيض، الفيومي مفيش احسن منه، هيدينا نسبة تحويل عالية جدا. بس أهم حاجة إن احنا نحافظ برضو على الإضاءة، ما نفتحش اللندة. يعني احنا اللندة دي بنقفلها بالليل، ما بنفتحهاش ومش على طول الأكل، لأ، في كده إيه شوية حاجات أبقى أتكلم معاكم فيها علشان نحافظ على نسبة البيض ما تقلش مننا. بس لكن الناس اللي بتسأل على مشروع اللحم البلدي، مفيش أحسن من الديوك الرزي. بس كده انا ايه حبيت ان انا اوصل لكم النهارده الفرق بين الفراخ الرزي والفيومي وليه الديوك واحسن حاجه للحم، لانتاج اللحم الديوك الرزي. يا رب النهارده تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش لو انت اول مره تدخل القناه، ما تنسوش المتابعه، وما تنسوش اللايك، وما تنسوش لو في اي استفسار ممكن تكتبوا لي في الكومنتات وانا برد عليكم. اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.